السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل توم بودرة ونخزن توم. هنا معايا 3 كيلو من التوم، بدأت ان انا انضفهم لحد ما وصلنا للمرحلة دي. هنا ببدأ افصل القشرة الخارجية عن فصوص التوم. القشرة الخارجية هبدأ ان انا اجيب صينية واحط عليها ورق زبدة، وبعد كده افرد عليها القشر. هنا هنبدأ نجففه في فرن. طبعا الفرن هنكون مسخنينه، ولما نيجي نحط الصينية بنهدي النار وبنحطها على الرف، اعلى رف في الفرن. في زوايد بتكون صلبة في فص الثوم، في اسفل فص الثوم دي بنتخلص منها. ومعايا الثوم ببدأ بعد كده اجمع الفصوص واهرسها في محضرة الطعام، وبعد كده بضيف لها معلقة من الملح ومعلقتين من الزيت واخلطهم. بعد كده بحطهم في عبوات. هنا انا جهزتهم في اكياس على قد الاستخدام، وببدأ بعد كده ان انا احتفظ بيهم في عبوات بلاستيك واحتفظ بيهم في الفريزر. هنا بنبدأ نعمل كل الخطوات دي. هنا معايا كل الكمية. طبعا بدأت فردتهم على الصينية وعلى ورق الزبدة عشان احافظ على الصينية. المرحلة دي طبعا التوم اللي انا هرسته مش هينفع ان هو يستنى التوم المجفف، فهنا ببدأ ان انا افرزه واعمله في العبوات واحتفظ بيه في الفريزر. ده الشكل النهائي. طبعا اهم حاجة بنسيبه يبرد. التوم المجفف بعد ما نجففه ونسيبه يبرد، بعد كده بنطحنه ونبدأ ان احنا ننخله، وبيظهر بالشكل ده. ما شاء الله، هو بيبقى مركز، التوم البودرة بيبقى مركز، وهنا بيبقى معايا كده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.